النهاردة جايبالكم وصفة بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. بس بجد طعمها تحفة، ومحدش هيصدق انها بالمكونات السهلة دي. هنعمل مع بعض كرات بطاطس مقرمشة، من بره قرمشة جميلة جدا، ومن جوه طرية وناعمة وتدوب في البق. الوصفة دي تنفع سناك سريع، تنفع جنب الأكل، وحتى لو عندك بطاطس فاضلة وعايزة تعملي بيها حاجة مختلفة. وكمان هقولك على شوية تفاصيل صغيرة تخليها ما تفككش في الزيت وتطلع معاكي مظبوطة من أول مرة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة. أول مكون معانا النهاردة بطاطستين متوسطين بالحجم ده، وهو أساس الوصفة بتاعتنا النهاردة. البطاطستين دول هيعملوا كمية كويسة جدا. هبدأ أقشر البطاطس كويس علشان تبقى ناعمة معايا بعد الهرس. كل ما التقشير يبقى مظبوط القوام في الآخر هيبقى أنعم وأحلى. بعد ما قشرناها هقطعها مكعبات صغيرة، وانا بحب اقطعها صغيرة علشان تستوي اسرع. كمان لما القطع تبقى قريبة من بعض في الحجم بتستوي مع بعض وما تبقاش واحدة طرية والتانية لسه محتاجة سوا. دلوقتي هجهز الكسرولة. حطيت مكعبات البطاطس في الكسرولة الاول وهي لسه نية خالص، وبعدين هضيف رشة ملح خفيفة عليهم علشان الطعم يدخل فيها من البداية. مش محتاجين ملح كتير هنا، بس رشة بسيطة تكفي، لأننا هنظبط الطعم تاني بعدين. دلوقتي هنزل عليهم بالمية المغلية. بحب استخدم مية سخنة جاهزة علشان تسرع وقت السوى، وكمان تخلي البطاطس تستوي فورا. أول ما المية تغلي تاني هنوطي النار شوية ونسيبها تستوي براحتها. مش هتحتاج وقت طويل علشان احنا قطعناها مكعبات صغيرة. عادة من 8 ل10 دقايق بتكون طرية وجاهزة. اهم حاجة ما تسيبيهاش زيادة عن اللزوم علشان ما تشربش مية كتير. احنا عايزينها طرية بس تفضل متماسكة. بعد ما البطاطس استوت وطريت معانا صفيتها كويس جدا من المية، ومهم قوي انها تتصفى كويس علشان ما نبقاش داخلين على خطوة الخلط وفيها مية زيادة. دلوقتي هبدأ اهرس البطاطس وهي لسه سخنة. كل ما كانت سخنة اكتر كل ما هتتهرس بسهولة وتدينا قوام ناعم من غير تكتلات. حاولي تهرسي كويس جدا علشان تبقى ناعمة خالص. هننزل دلوقتي بمعلقتين نشا، ودي بقى سر القرمشة في الوصفة. النشا هو اللي بيدي الطبقة الخفيفة المقرمشة بعد القلي، وبيخليها تاخد اللون الذهبي الحلو. ومعلقتين دقيق، وده بقى مهم جدا علشان الكرات ما تفككش في الزيت. الدقيق بيساعد يمسك المكونات في بعضها ويديها تماسك أحسن. هننزل بالشبت المفروم. غير الطعم الجميل اللي بيدي شكل حلو جدا جوه الكورة بعد ما تتفتح. ومعلقتين زبدة عشان الطراوة والطعم الغني. الزبدة هنا بتخلي قوام طري من جوه وما ينشفش بعد القلي. وبعدين هحط معلقة ملح صغيرة نظبط بيها الطعم. دلوقتي بقى هنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وهرسهم تاني علشان كل حاجة تدخل في بعض. المفروض يطلع معاكي قوام طري بس متماسك. لو حسيتي انه طري زيادة ممكن تزودي سنة دقيق بسيطة، ولو ناشف قوي ممكن تزودي نقطة زبدة. هاخد جزء صغير كده من الخليط وابدأ اكوره بايدي بالشكل ده. القوام زي ما انتوا شايفين طري بس متماسك، وده بيخليني اقدر اشتغل بيه بسهولة من غير ما يلزق. اول ما اكورها انزل بيها مباشرة في الفيجيتار والفها خفيف كده عشان تاخد طبقة بسيطة من بره. مش عايزين طبقة تقيلة، بس تغليف خفيف يدي قرمشة وشكل حلو. على طول هنزلها في الزيت. الزيت لازم يكون سخن، وبكرر نفس الخطوة، اكور اغلف وعلى زيت مباشرة. بشتغل واحدة واحدة علشان الزيت يفضل سخن وكل كورة تاخد حقها في السوا. لاحظوا انها اول ما نزلت مسكت نفسها على طول، وده بسبب التوازن بين الدقيق والنشا اللي ضفناهم. النشا بيدي القرمشة، والدقيق هو السر انها ما تفككش في الزيت. اول ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده نعرف انها وصلت للمرحلة المثالية. وده شكل كرات البطاطس بعد ما خلصنا. لون ذهبي جميل وريحة تحفة، مقرمشة من بره ومن جوه طرية وناعمة جدا. جربوها وقولولي رأيكم، واستنوني في وصفة جديدة.